أزلنون تنمير تنعطاس أيتما ديستما تحية طيبة وشكرا لكم ولكن جميعا. كلما هضرنا اللغة والثقافة الأمازيغية كتلقى ناس خارجين وصراحة ماشي ناس عاديين، لا ناس اللي إما عندهم مكانة سياسية ولا عندهم مكانة أكاديمية أو معرفية وقارن عندهم الشواهد. كيخرجوا هاد الناس هادو بلا حشمة بلا والو، وكي استهزاء بحال سي بن كيران ملي كان في الانتخابات وملي كان الله يرحمو باها أمازيغي، طبعا أمازيغوفوني، واحد اللقاء جماهيري بين قوسين وكيقول له واش نكتبو بديك الشينوية، بمعنى اعتبر تيفيناغ الشينوية مع احتراماتي للحروف الصينية. كاين واحد السيد هو السلفي ما نهضروش عليهم هادوك السلفيين المتسلفة من اللحية المقصرين هادوك كل لقاو كيفاش يدوزو الأمازيغ واللي دافع عليه يطحنوهم يديروا بحال القدافي قال الأمازيغ نتوما عرب بقاش نسمع هاد الهضرة صافي جماعة تقول لي أنا أمازيغ يطحنك بربري جاو من بربر وبدا يغمق عليك وهو عنده السلطة المادية والسلطة الرمزية السلطة السياسية والعسكرية يطحنك. هاد السلك الثاني اللي كيخرج ديما كيخرج رأس العام الأمازيغية ورأس السنة الأمازيغية كيخرج وكيبدا يحرم الوثنية وما خصكمش ديرو حنا ديرو راه غادي يديروا لنا الأمازيغ إلا سكتوا غتولي عندنا دولة أمازيغية. النظرة الخاوية هذه اللي كيصرح بها واحد السيد اللي خصو يحترم راسو. أولا أنت شيخ، أنت كدوي من خلفية دينية وكطيح في العنصرية وكطيح في التمييز راه حشومة وعيب وما كتليقش ليك أنت، لا ليك أنت لا لذاك الدين اللي كتمثل أو داك المذهب أو ديك الخلفية اللي كتمثلها. ولكن ديما كننتصروا حيت حنا عايشين التاريخ مكنرجعوش للور. رأس الأمازيغية الترسم رغم أنف هؤلاء. بلا ما نهضروا كذلك على ياسر العماري السلفي اللي كيترزق على الله وكيدير محاضرات بدون أسئلة، كيجي تقية وكيمشي بحالو، تا هو خارج واحد النهار كيهضر على تدريس اللغة الأمازيغية وما عارف فيها والو، ما عارفش بأن تدريس اللغة الأمازيغية شحال هادي، وبأن المعهد دار معاجم وبأن تقاعدات، وباقي مسكين في كهف باقي عايش في الماضي. ولكن علاش ما يعيش في الماضي؟ هو كيحمل فكر ماضوي لا يمكن تطبيقه الآن، مهما فعلوا ومهما قالوا لا يمكن تطبيقه. أنت جاي تجوز. الدليل أنك إلا بغيت تطبقه خصك دير تسيل الدماء كما دار داعش بوكو حرام قاعدة كاع هاد الجماعات الإسلامية اللي بغات تطبق وتنزل داكشي، ولكن بغات تنزلو خاصها تمارس العنف الدموي باش تقول للعالم أنا كنطبق داكشي اللي في راسي. هادو طبعا غيض من فيض من هذا الفصيل الإخواني والسلفي إلى غير ذلك. هاد الناس هادو ماشي غير الأمازيغية، راه ما كيحملوا لا كرد لا أمازيغ لا ديمقراطية، ما كيحملوا حتى حاجة، غير كينافقوا وكيتبادلوا الأدوار وكيلعبوا اللعبة ديالهم. ولكن هي لعبة مفروشة وعايقين بهم الناس اللي فاهمين وعارفين وقارين وواعين. كاين واحد الفصيل اخر اللي هو من بقايا ايتام، نقولهم ايتام القومجيه والعروبيه، كاينه معانا دابا كيقول لك باقي تلقى جامعه يا صاحبي، استاذ جامعه دكتور
وكيخرج وكينعتنا بالبربر. شوف بالبربر بعد التغيرات كلها والدستور وحيدوا التسميه البربريه بين قوسين من المراجع ديال الكتب المدرسيه، حيدوها من الاعلام الى هادو باقي مصرين غير باش يهينوك، غير باش يحطوا من كرامتك، ولكن الكره كترجع لهم ديما منهزم. وانت ملي كتنهزم جوج مرات ثلاثه اربعه عيق البريق صافي تعاودش ما ديرش بحال هاد الجماعات اللي بغاو يحرروا واحد الارض وبالكين يضحيو بالالاف ديال الناس وما داروا والو، باقيين قال لك غادي ننتصر. هما هادو باقيين مساكن مغفلون وباغينا يعتقونا. حنا قادين لا يوصلوا، وبلادنا عندها مشروع والعالم كله عنده مشروع وكيتبنى، ماشي معاكم نتوما لا، كيتبنى مع الناس اللي كيشوفوا القدام، اللي بغاو يكرسوا التعدد والحريات الجماعيه والحريات الفرديه والتعدد والديمقراطيه والحقوق الانسان الكونيه وحقوق المراه. داكشي كله هادشي اللي كيبنيو الناس. اما نتوما كتجروا اللور، ولكن واخا تجروا تتعياو تاريخ ما غاديش تشدوه، ان الزمن غادي بيك ولا بلا بيك. شي وحدين نيت اللي كيهضروا بالامازيغيه، كيهضروا بها، كيستعملوها وكيهضروا بها وكيخونوا الحركه الامازيغيه، بحال المسمى وحمان ديما هو اي واحد كيعارضو كيحطوه في المؤامره. راهم كيدربوا راه مع الصهاينه، راه كيدربوهم في واحد البلاصه، راه باش يديروا يتفرقوا المغرب، بغا يديروا ديما. حتى اللي كيعارض حماس حتى هو خائن صهيوني وغادي يدير كذا، وهو كيدافع على ايران، كيدافع على ايران. انا ايران كايران في المذهب ديالها ماشي سوقي من المذهب ديالها، تكون شيعيه سنيه اباضيه صوفيه، ماشي سوقي داكشي اللي سوقي هو المصالح ديال البلاد. اي بلاد كتبغي تضرب الوحده الترابيه ديالنا والوحده الوطنيه ديالها، ما يمكنش ندافع عليه نهائيا، وغادي نصفق الى نهزم، لاننا كنحيدوا من الطريق واحد العدو لدود اللي بغى يدير لنا بحال لبنان ويدير لنا بحال اليمن ويدير بحال سوريا. لا يمكن ان نقبلهم في بلدنا. وندوزو دابا ما يسمى الصحافه. الصحافه راه عند الناس كبار في الغرب، في امريكان، في كندا. الصحافه اللي كتحمل المسؤوليه ديالها وكتنشر اخبار اللي يمكن الا غلطات فيها كتحاسب عليها، لا عندها جمهور. نتوما واش عندكم ناس كتدغدغوا العواطف ديالهم، بحال المسمى المهداوي اللي كان عندنا ولاد الزنقه. علاش؟ حيت هو مع الحمساويين، حيت هو مع فلسطين، ومع فلسطين رابحه خاسره، المهم ديما هو معها فلسطين صافي. يخونك ولد الزنقه، ولد ما بغيتش نقول شي هضره خايبه، لان ولد الزنقه راك عارفين حنا السيره ماشي ولاد الزنقه، حنا ولاد الرجال، حنا ولاد الحنصالي، ولاد عسوبه سلام، ولاد محمود الزياني، ولاد عبد الكريم الخطابي، بنو تومرت، بن تاشفين، ديهيا، يوغرتن، يوبا، تكفاري ناس. حنا ماشي ولاد الزنقه. الا كان ولد الزنقه هو الانسان اللي كيقلب على اللي تبناه في الشرق. حنا كنتبناو المغرب وكيتبنانا، وغندافعوا على بلادنا وعلى الحدود ديالها وعلى السياسه الخارجيه ديالها، وغندافعوا على المصالح ديالنا. لا يمكن القبول، لا يمكن بتاتا تعطيل مصالح وطننا من اجل قضيه فاشله تتلاعب بها ايديولوجيات من الناصريه، البعثيه، القدافيه، الصداميه، الاسديه، كل شيء هادو كانوا كيتلاعبوا بهاد القضيه. ودابا هاك السلفيه، هاك الاخوانجيه، هاك تركيا، هاك قطر، هاك كل شيء كيتلاعب بالقضيه، وكل واحد كيتقدم لنا شويه. هاد الناس هادو اللي كيواجهونا هنا هما اللي كيدافعوا
هذوك الجرائم وذاك التخريب اللي تما وكيساندوه. حتى نسيت، حتى داك بن عمرو كان كيترأس وكيتزعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي 2011 خارج كيتضارب ماشي على البلاد، ماشي على الفقراء، ماشي على الاقتصاد ديال البلاد، ماشي على الحقوق، كيتضارب مخرج كلشي وكيكتب علاش؟ باش ما ترسمش الامازيغيه. وشوفوا هذا حقوقي ومحامي ونقيب وزاعم سياسي اش كيدير الامازيغيه. علاش؟ لانها حامله واحد الارث حضاري، لانها كتعبر على الشخصيه المغربيه، لانها كتكلم بهذه الارض. داكشي اللي صوروه الاولين تصوروه نتوما والو. اميه ازول ولن نزول ابدا. ايو زنون تنميرت النون ارتكل هبني اختنا وكوشنغ. تحية طيبة والى فرصة قادمة ان شاء الله.